خبر مفاجئ بخصوص مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي رفقة نادي باريس سان جيرمان وحلم انتقاله إلى نادي ريال مدريد. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. ظهرت بعض المستجدات بخصوص مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي باريس سان جيرمان بخصوص مستقبله مع النادي الباريسي، وهي أخبار ستفاجئ الجماهير المغربية، خصوصا تلك التي تحلم في رؤية أشرف حكيمي يحمل قميص نادي ريال مدريد في الموسم القادم أو الذي يليها، أو على الأقل مغادرة نادي باريس سان جيرمان صوب ناد أكبر من النادي الباريسي. الخبر أوردته صحيفة توب ميركاتو الفرنسية المقربة من أسوار نادي باريس سان جيرمان، أكدت أن أشرف حكيمي اقترب كثيرا من تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان إلى مواسم إضافية. وأشارت الصحيفة أن أحد ركائز أسود الأطلس أشرف حكيمي أصبح اليوم قريبا جدا من تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو من عام 2026. وأشارت إلى أن اللاعب الحاضر في الفريق النموذجي لأفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي من المرجح أنه سيواصل العمل واللعب مع بطل البطولة الفرنسية باريس سان جيرمان. وأشارت صحيفة توب ميركاتو بحسب مصادرها أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 سنة ليست لديه أي نية لمغادرة بطل فرنسا في صيف هذه السنة، في صيف 2024 في الأسابيع المقبلة. وأكدت أنه بحسب الصحفي فابريس هوكينز فإن الاتجاه السائد في المستقبل القصير جدا للاعب هو الاستمرار مع النادي الباريسي، بداية بتجديد عقده لسنوات إضافية ثم البقاء مع النادي. لكن المعطى الأكثر دهشة في الموضوع هو أن ذات المصدر أكد أن أشرف حكيمي لن يغادر النادي الباريسي هذا الصيف، ولن يغادره حتى في الصيف السنة القادمة. بمعنى آخر أنه سيستمر في اللعب بقميص باريس سان جيرمان لموسمين إضافيين على الأقل، وهذا المعطى يغلق الباب بنسبة كبيرة أمام فكرة ريال مدريد التي تنطوي على شراء عقد أشرف حكيمي في صيف سنة 2025. طبعا من السابق لأوانه أن نقول أن اللاعب لن يغادر في صيف السنة القادمة، فكل الاحتمالات واردة، وفي عالم كرة القدم كل شيء وارد، ولكن هذا هو التوقع السائد والاتجاه السائد في مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي مع النادي الباريسي. تقارير أخرى أفادت أن إدارة باريس سان جيرمان متشبتة بشكل كبير بخدمات ظهيرها الأيمن، ولا ترغب إطلاقا في الاستماع للعروض التي ستصل في الميركاتو الصيفي القادم. كما أن اللاعب وبحسب ما أكده وكيل أعماله في أيام سابقة سعيد داخل نادي باريس سان جيرمان ويشعر بالراحة، ولا رغبة له حاليا في تغيير الأجواء.